صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوف السيشن دي امتى. في الفيديو ده احنا هنتكلم على موضوع من اهم مواضيع البرفورمانس ماركتنج، وهو الكونتنت كريشن اند كريت. برضه هنتكلم على الكوبي رايتنج وازاي اصلا تطلع ايدياز للكرييتيفز، وازاي تعمل كونتنت اصلا صح يديك ريزلتس مش يديك فيوز بس، وازاي كمان تقدر تعمل كونتنت مناسب للفانل عندك وكل حاجه. فخلينا نبدا الاول وندي عنوان للسيشن عندنا، وهو السيشن بتاعتنا بعنوان ليه ومحدش مهتم، وهتعرفوا معايا ليه ومحدش مهتم ليه. طيب قبل ما اعمل كونتنت خلينا نبقى متفقين على شويه حاجات مهمه قوي لازم ابقى انا عارفهم في نفسي، عشان خاطر وقتها ابقى انا عامل كونتنت ومقسم مين انا هعمل كونتنت ده لمين وليه، والكونتنت ده كمان انا ايه الحاجه اللي انا مستنيها مني وايه الحاجه اللي الاودينس بتوعي مستنيينها. نبدا باول حاجه، وهو ان انا لازم يبقى عندي اللي هو البراند بيربوز. يعني بكل بساطه ايه الحاجه او انت مين كبراند او كشخص ايا كان. انا بعمل بيرسونال براندنج، انا بعمل ايه هي اليونيك مسج اللي انا هوضحها للناس. انا بقدم الحاجه دي لمين، مين هم البيرسونا اللي انا بقدم لهم النولج بتاعتي. لو انا بعمل اديوكيشنال كونتنت مين الناس اللي انا بقدم لهم البرودكت بتاعي. ممكن تكون اكتر من بيرسونا على فكره. يعني مثلا هنيجي على عبد الله اللي هو انا. يعني انا دلوقتي بعمل كونتنت على تيك توك. الكونتنت ده انا مقسم فيه لثلاثه بيرسونا، زي الناس اللي هم مهتمين بالماركتنج، الناس اللي هم مهتمين بالميديا باينج، الناس اللي هم مهتمين بالبيزنس. فانا بتكلم مقسم الكونتنت بتاعي اللي هو اديوكيشنال كونتنت على الثلاثه بيرسوناز دول. فانا عارف انا بقدم كونتنت لمين. لو حد غير الثلاثه دول اتفرج على الفيديو بتاعي اكيد مش هيكون مهتم، فايه هيعمل سكرول. فانا اول حاجه لازم اعرفها مين هي البيرسونا بتاعتي. تاني حاجه الريزلت. بكل بساطه ايه النتائج اللي العملاء بتوعي اللي مستنيينها. لما انا تيجي تعمل لي فولو انت هتستفاد مني ايه؟ هل هتستفاد اديوكيشنال كونتنت او هتستفاد بمعلومه، ولا هتستفاد ايه بالظبط؟ هتستفاد مني دايركشن، هتستفاد مني استراتيجيز معينه، هتستفاد مني ايه بالظبط؟ لان زي ما قلت لك محدش مهتم ان هو يعمل لك فولو، او محدش مهتم بيك كشخص على قد ما مهتم هو ايه اصلا ايه الريزلتس اللي انا هاخدها منك. تالت حاجه اليونيك ميثود، او الطريقه اللي بالنسبه لي كل شخص عنده طريقه معينه بيوصل بيها النولج. كل واحد عنده طريقته والتاتشيه بتاعته. عشان كده من اكثر الحاجات اللي اصلا بتاخر الناس وبترجعهم ورا ان الناس بتاخد الحاجات كوبي بيست حرفيا، ما بيطلعش اي كرياتيفيتي، مش بيدي الحاجه بتاعته، او مش بيدي النولج اللي عنده بطريقته. فبالتالي ما بيبقاش ليه حرفيا تاتش. يعني مثلا لو جينا بصينا على البراندات المصريه المشهوره كل واحد فيهم اتشهر بسبب حاجه معينه. يعني مثلا لو اتكلمنا على ديكسلر او يوسف الشريف، هما الاثنين عملوا ستوري تيلينج كل واحد عملها بطريقه مختلفه، فبقت طلعت ناس كتير قوي بتقلد الناس دي. فبالتالي هي ما مشيتش معاهم زي ما مشيت مع الناس دول، لان كل واحد حرفيا يعني زي ان كان هو بقى يوسف الشريف او ايا كان الاونر بتاع ديكسلر اللي هو مؤمن، هما الاثنين حرفيا هم عملوا كونتنت بس عملوه بطريقتهم. فبالتالي خلاص هم عملوا ستوري تيلينج صح وهم نجحوا. او يعني اهم حاجه لازم تبقى انت عارف انت اصلا بتعمل كونتنت لمين، وايه النتائج اللي هم هيعملوا لك ليها، او ايه النتائج اللي هم مستنيينها منك، وايه الطريقه اللي انت هتقدم بيها الكونتنت ده. نيجي لتاني حاجه مهمه لازم تبقى عارفها، ايه هي المسجنج بيلرز، او ايه هي العواميد الاساسيه اللي عندي، اللي هي قبل خلاص انا عملت كونتنت خلاص او انا هعمل كونتنت. ايه هي الحاجات اللي انا لازم ابقى عندي عواميد اساسيه للكونتنت ده؟ اول حاجه اللي انا دايما اقدم فايده للعملاء بتوعي. الشخص دوت لما انا هعمل كونتنت ايه اللي هو مستنيه من الكونتنت بتاعي. يعني مثلا لو انا دكتور بتاع عيادات اسنان او ايا كان، طيب الدكتور دوت هو اصلا انا كشخص عادي بسكرول، انا هعمل لك فولو ليه؟ هعمل لك فولو والله لو انا لقيتك بتديني معلومه ازاي اعرف المنتج ده اللي هو مثلا معجون السنان ده مناسب لسناني ولا لا، لو في فرق في انواع السنان والحاجات دي كلها ممكن تعرفوا لي، فانا وقتها هعمل لك فولو. تاني حاجه ايه هي بالظبط مصداقيتي عند العملاء بتوعي، ليه الناس يسمعوا مني معلومه. فلازم اجيب لي سوشيال بروف، ممكن يكون كيس ستاديز، ممكن يكون عملاء قبل كده ريفيوهات ليهم، ممكن يكون اصلا اخلي العميل ذات نفسه هو اللي يحكي الاكسبيرينس بتاعته عندي وكده. فبالتالي وقتها ممكن لو انا دكتور او ايا كان حاجه فانا بوري الشهادات بتاعتي للناس، فوقتها كل ده بالنسبه لي، او البورتفوليو بتاعي لو انا ميديا باير ايا كان، فانا بالنسبه لي بوري الناس سوشيال بروف ليا اللي انا والله بص انا اسمع مني عشان خاطر انا عندي السوشيال بروف دي او انا عندي النولج دي. فوقتها انت كشخص هتثق فيا. تالت حاجه الجزئيه بتاعت التون، وايه هي الحاجه اللي انا عايز اوصل لها. يعني دايما انا اللي خلاص انا عرفت البرسونا بتاعتي، فانا مثلا لو البرسونا بتاعتي ناس صغيره شباب صغيره، طبيعي ان هي هتكون مختلفه شويه عن لو انا التون بتاعتي ان انا بخاطب سي اوز او بزنس اونرز او فانا لازم اعرف بالظبط مين هم الناس اللي انا بكلمهم والتون المناسبه ليهم، وايه هي بالظبط المهمه او الشخصيه اللي انا حرفيا انا هعيش فيها لو انا بعمل ليها بيرسونال براندنج، او لو انا بعمل حاجه للبراند بتاعي. يعني انا البراند بتاعي دوت وحرفيا ليه ميشن اساسيه، الميشن دي وهو ان يوصل احساس معين
للعملاء بتوعي، ايا كان بقى هو البرودكت، ايا كان عن طريق البرودكت او عن طريق القصه اللي انا هخلقها للناس. فبالتالي وبطلع البرودكت بتاعي دوت از ان هو بقى ايه، هو الحل للمشاكل بتاعتهم. فوقتها هبقى انا خلاص انا حطيت او البرسبشن بتاع البراند بتاعي او شخصيه البراند بتاعي هو انا حطيته في زون معينه. طيب نيجي لثالث حاجه اللي هي التون اوف فويس، ودي لسه قايلين عنها. بكل بساطه انا دلوقتي بناء على البرسونا اللي عندي، بناء على الناس اللي انا خلاص انا عارف ان انا بالنسبه لي انا خلاص انا عندي التارجت اودينس بتوعي جين زي، فطبيعي ان انا هتكلم بطريقه فريندلي شويه. طب لو انا بتكلم مع ناس كبيره طبيعي ان هي هتكون طريقه بروفيشنال وكده، فلازم اختار تون بتاعتي او الطريقه اللي انا هتكلم بيها مع الناس، لان ده مهم جدا. لان وقتها او ايا كان لو انا بتكلم مع ناس كبيره وكلمتهم بتون فريندلي، الموضوع بالنسبه لهم مش هيكون مقبول. انما لو انا بتكلم مع جين زي واتكلمت معاهم بطريقه فريندلي، اعتقد الموضوع هيكون احسن بكتير. نيجي للموضوع تاني او المهم قوي اللي هو الاودينس بيرسونا، او ايه هي الباير بيرسونا بشكل عام. بكل بساطه ايه هي الايديال او الايديال ستراكشر للراجل او للشخص اللي هو عامل لي فولو ده. دلوقتي ممكن يكون على فكره في اكتر من بيرسونا. يعني دلوقتي احنا لو جينا عرفنا، لو جينا بصينا على اي حد بيعمل كونتنت، فهنلاقيه ان هو بالنسبه له مختار توبكس اساسيه. التوبكس الاساسيه دي هم الثلاثه او الاربعه او الخمسه ريليتد ببعض قوي، فبالتالي كل توبك فيهم ليه بيرسونا معينه. بيرسونا ممكن تكون مختلفه تماما. يعني انا هقول لكم الكلام ده على نفسي انا كعبد الله. دلوقتي انا هتلاقي ناس عاملين لي فولو، الناس حتى ليها علاقه بالميديا باينج، بس الناس اللي هم بيتعلموا ميديا باينج من الصفر، الناس اللي هم الميديا بايرز البروفيشنال، فهم اصلا مهتمين ان هم ياخدوا التيبس والتريكس والحاجات اللي هي هتخليهم ادفانسد اكتر. الناس اللي هم ولا ليهم علاقه بالميديا باينج ولا باي حاجه، بس هم حابين عبد الله، حابين ان هو شاطر في مجاله، فهم بالنسبه لهم عبد الله دوت هو رول موديل، فانا هاخد منه الحته بتاعت ان هو ايه، انا هجتهد زيه في حته معينه وخلاص. فده ممكن في اكتر من بيرسونا لنفس الاندستري الواحد. طب انا عندي اصلا انا بدي كونتنت في 3 حاجات، يعني انا عندي ديجيتال ماركتنج، ميديا باينج، البيزنس بشكل عام. فوقتها انا عندي اكتر من بيرسونا، انا بغطي بعمل كونتنت بانجلز او بدايركشنز كتيره بتكفر معايا كل بيرسونا فيهم. ليه؟ وقتها هلاقي ان انا بالنسبه لي انا عندي بيرسونا او 3 أو 4 بيرسوناز بيجيبوا اكتر مع الناس. يعني الناس اللي هم الشباب الصغير ده عن طريق الاناليتكس بتاعتي، ايا كان انا بقدم على انهي بلاتفورم الكونتنت بتاعي، لقيت ان انا عندي في 3 أو 4 بيرسوناز هم بيجيبوا اكتر مع الناس. شباب صغير مثلا وبزنس اونرز، لما انا باجي اعمل مثلا فيديوهات بطريقه معينه لقيتها بتجيب اكتر مع الناس. فوقتها انا مش هعاند الواقع وبرضه هشتغل على الحاجات اللي جابت مع الناس. فمهم قوي تعرف مين هي البيرسونا اللي انت بتشغل عليها كويس، وتطلع بيرسونا لكل حاجه كده، تبدا تتخيله هو عنده كام سنه، ايه هي مشاكله، ازاي هتقدر تساعد الشخص دوت. فتتخيل شخص في دماغك كامل وتقدم له حاجه تخليه هو فعلا مهتم بيك، مهتم بالكونتنت بتاعك وكده. نيجي للجزئيه بتاعه الكونتنت بيلرز. بكل بساطه ايه هي برضو العواميد الاساسيه؟ بكل بساطه لازم اختار زي ما قلت لكم مواضيع ريليتد ببعض. ما ينفعش ان انا مثلا ابقى انا بتكلم هنا مثلا عن الماركتنج والميديا باينج، دول مواضيع ريليتد ببعض. فانا مثلا ما ينفعش اجي هنا انا بتكلم عن الماركتنج واقوم جاي بتكلم مثلا عن ايه، لعيبه الكوره على اكونت واحد. الكلام ده موضوعين ما لهمش اي علاقه بالماركتنج، ما لهمش اي علاقه بحاجه. ما ينفعش تتكلم على المواضيع ما لهاش علاقه ببعض على نفس الحاجه. فانا بعمل كونتنت لو انا حتى هتكلم على مواضيع مش نفس المواضيع، تمام، مواضيع مختلفه، بس لازم اهم حاجه ان المواضيع المختلفه دي تكون ريليتد ببعض، تكون المواضيع كلها بتسبورت بعض، وده مهم جدا. حاجه مهمه قوي برضو نيجي لها اللي هي الديستريبيوشن بلان. او بكل بساطه انا هعمل الكونتنت بتاعي على انهي بلاتفورم. انا عملت بيرسونا، البيرسونا ديت والله انا لقيتها مناسبه اكتر، او لقيت الاودينس بتوعي يكون موجودين على تيك توك. بالمناسبه تيك توك هلاقيه موجود عليه كل البيرسوناز دلوقتي. تيك توك ده بالنسبه لي هنزل عليه كونتنت. طيب لو انا بقدم بيرسونا او انا البيرسونا بتاعتي هلاقيهم موجودين اكتر على الانستجرام. لو انا ببيع براندات الفاشن كلها، اغلبهم الناس كلها بتبقى بتشتري من على بلاتفورم الانستجرام. فانا وقتها انا لازم ابقى عارف انهي ديستريبيوشن شانل او انهي البلان اللي انا هعمل بها ديستريبيوشن للكونتنت بتاعي، وانهي اكتر حاجه بالنسبه لي هتجيب مع الناس. ولازم برضو اعرف ايه الاوبجيكتيف بالنسبه لي من الكونتنت ده، او ازاي اقيس الكونتنت ده بالنسبه لي. هل انا بالنسبه لي لو انا عملت كونتنت وجاب مليون فيو دوت ما جابليش اي انكم بالنسبه لي، او ما جابوليش كوميونيكيشنز، او ما جابوليش ايا كان دخل، او ما بعتش من وراهم حاجه، هل ده بالنسبه لي لازمه؟ قطعا مالوش اي 30 لازمه، تمام. انما انا بقيس الكونتنت ان انا بجراب الاتنشن بتاع الاودينس اللي هم مهتمين بيا، او الليدز المهتمين بيا. يعني انا دلوقتي لو انا عندي 300 فولور دول ناس مهتمين بيا وبالكونتنت بتاعي
وخلاص هما بالنسبه لي دول كواليفايد ليدز. فبالنسبه لي خلاص انا هبقى انا بقول المسج اللي هي المهمه الشخص اللي هو مهتم بيها. فوقتها خلاص انا اقدر لو هو انا بعمل كورسات هبقى الشخص ده بالنسبه لي ماشي. لو هو بزنس اونر ممكن اقدم له كونسلتيشنز. لو هو محتاج مثلا من السيرفيس بتاعتي اللي هي مثلا ميديا باينج او الاي اي اوتوميشن او ايا كان السيرفيس بتاعتي هقدر ابيعها له. فانا بقيس نجاحي بالنسبه لي في الكونتنت بتاعي عن طريق من اوبجكتيفز. انا عايز والله من الكونتنت ده ان انا اوصل مثلا ل1000 بزنس اونر يعرفوني، او انا عايز اوصل استحوذ على مثلا على عدد عملاء معينين في خلال مده معينه. ولازم احط هي اوبجكتيفز. الاوبجكتيفز دي تكون الايند معايا، الايند مع البلان اللي انا عاملها لنفسي. ليه؟ لان انا دلوقتي انا حاطط اوبجكتيفز. انا دلوقتي مثلا انا بشتغل مع 2 عملاء بس، تمام؟ ما ينفعش اجي اقول والله انا ان شاء الله الشهر دوت، تمام، انا لسه ما بداتش كونتاكت ولا عملت اي حاجه، انا عايز مثلا يبقى انا عندي 100 عميل. كلام هو مش مستحيل بس كلام صعب. فانا احط لنفسي حاجات بسيكونس مناسب. السيكونس ده يكون مناسب لقدراتي للوضع اللي انا واقف فيه. فوقتها هبقى الكلام منطقي، ووقتها هطلع فعلا هقدر اوصل لنتائج. فبالتالي هبقى انا بالنسبه لي هاخد ثقه في نفسي اكتر، ويبقى الكلام ده بالنسبه لي بوش حاجه حلوه قوي. نيجي للموضوع مهم قوي للكونتنت فورماتس. لازم برضو بناء على البيرسونا اللي انا عملتها لازم اعرف، او بناء برضو على البلاتفورم اللي انا عملتها، ايه الفورماتس بتاعت الكونتنت. هل انا الفيديو بتاعي هيكون مناسب للاودينس اللي هم فيديو يكون طويل ولا صغير؟ هل هشتغل على شورت ريلز ولا هشتغل على كارسلز ولا تمام؟ فانا بقدم كونتنت بفورماتس كتيره، بشوف ايه اكتر فورمات جابت مع الناس واودي عليها. لو انا بالنسبه لي كارسلز جابت بشتغل كارسلز. لو انا بالنسبه لي الستاتيك بيجيب اكتر من الدايناميك اشتغل ستاتيك، تمام؟ لو انا لقيت بالنسبه لي ان السوشيال بروف هو بيجيب مع الناس ايا كان الاندستريز، في اندستريز 100% او كل الاندستريز معتمده على السوشيال بروف، بس في اندستريز هي كلها خلاص انت بتجيب اصلا ريفيوهات لعملاء قبل كده وخلاص. هو ده 100% من الاندستري حرفيا. فبيبقى الكونتنت كله عباره عن ريفيوهات لناس او الحاجات او اللي هي الايه الديموز بتاعتي او ايا كان بقى. فانا بالنسبه لي انا بعمل كونتنت او ايا كان بختار الفورمات اللي بتجيب اكتر مع الناس. اعرف ده منين؟ اعرف ده بناء على ان انا بجرب بشوف الحاجات والله ده جاب مع الناس اكتر بعمل منه. حتى لما جيت قلت لكم ازاي تعملوا تيستنج للبرودكتس او ايا كان، انا منزل كوليكشن او منزل حاجه، انا بنزل ال10 برودكتس اللي عندي لو انا عندي 10 برودكتس، وبناء على حرفيا السحب اللي اتسحب من المنتجات دي في خلال المده اللي هو الشهر مثلا اللي انا عامل فيه تيستنج للمنتجات، ولقيت ان في برودكت او 3 مثلا منتجات عليهم ديماند اعلى، فبشتغل على الحاجات دي. نيجي الموضوع مهم لجزئيه الفانل بريك داون والاودينس سيجمنت وكل حاجه. هننقل بس عليه على الحته الثانيه دي. الموضوع ده من اهم المواضيع. الفانل بريك داون بكل بساطه انا دلوقتي عندي فانل، عندي كل مرحله من الفانل كونتنت مختلف تماما. فبكل بساطه لازم اعرف انا واقف فين من الفانل ومين هم انواع الاودينس بتوعي وازاي اعمل كونتنت مناسب لكل نوع اودينس عندي. يعني دلوقتي احنا عندنا دلوقتي 3 مراحل من الفانل: التوب اوف فانل والميدل اوف فانل والبيلو اوف فانل. بكل بساطه انا عندي برضو 3 انواع من الاودينس، كل نوع اودينس فيهم له علاقه بجزئيه معينه في الفانل. يعني دلوقتي لو انا واقف في الجزئيه بتاعه التوب اوف فانل، فانا عندي اول نوع من الاودينس بتاعي اللي هم الكولد اودينس. يعني ايه كولد اودينس؟ يعني انا والله بالنسبه لي دول عملاء لسه ما يعرفوش عني اي حاجه، ما شافونيش قبل كده ولا مره، ولا هم مش اوير ولا بيا كشخص، ولا بالبرودكت بتاعي، ولا بالسيرفيس بتاعتي، ولا بيا باي حاجه. فطبيعي ان انا هعمل لهم كونتنت مختلف عن لو انا في الميدل اوف فانل، واللي بكل بساطه اللي هي المرحله بتاعه الكونسيدريشن والانجيجمنت، اللي انا دلوقتي انا خلاص انا بتعامل مع ناس هم يعرفوني قبل كده وشافوني مره او مرتين، فهم عارفيني، هم اوير بيا وبالبرودكت بتاعي، بس لسه مش واثقين فيا وكده، تمام؟ فطبيعي ان انا برضو بعمل لهم كونتنت مختلف. ليه؟ انا عايز اكسب هنا في المرحله بتاعه الميدل اوف فانل، انا عايز بس ايه؟ اكسب ثقتك. انت شفتني قبل كده وعارفني، فانا هكسب ثقتك. طيب ودي بالظبط اللي بنقول عليها كتايب اوف اودينس، اللي هم الورم اودينس، الناس اللي هم ايه؟ المنطقه الدافيه بالبلدي. طيب نيجي للثالث مرحله، ودي مرحله الكونفرجن بكل بساطه، وهو البيلو اوف فانل. ودي بكل بساطه انا عندي ناس بيخشوا عندي على الويب سايت، بيعملوا اد تو كارت، بيبقوا خلاص هم دخل على الويب سايت، ممكن ما يكونش معاه فلوس حاليا، هو مهتم 100%، تمام؟ بس انا خلاص انا في المرحله ديك انا بكونفرت الناس الويب سايت على طول وبيشتروا معايا. فطبيعي ان انا بعمل لهم دايركشنز مختلفه عن طريق برضو على طريق كل واحد فيهم. يعني الناس اللي هم عملوا اد كارت وما اشتروش ماشي، الناس اللي عملوا انيشال تشيك اوت وما كملوش الحاجات بتاعتهم، طبيعي ان انا بعمل لهم ايه؟ كونتنت مختلف. طيب نيجي لاول مرحله فيهم، وايه كل نوع كونتنت مختلف للمرحله فيهم. نيجي لمرحله اللي هو الكولد اودينس او التوب اوف فانل. بكل بساطه انا بعمل في المرحله ديك انا الكونتنت بتاعي هدفه الاويرنس. يعني ايه هدفه الاويرنس؟ يعني هدفه ان انا اجيب الناس اللي هم ما يعرفوش عني حاجه ان هم يعرفوا مين انا ومين البرودكت بتاعي وازاي بيحل المشكله. طيب الكلام دوت هيجي عن طريق
طريق ايه؟ هيجي عن طريق حاجه من 4. تمام. وهو بكل بساطه ممكن ابقى انا عندي ستوري كويسه، لو انا فاوندر مثلا وبحكي القصه بتاعتي، فبالتالي الناس انا بخلق كده بالنسبه لي، الناس بتعرفني وبتعرف البراند بتاعي، فبخلق ما بيني وما بينهم بدايه للريليشن. الناس ممكن تبقى انها حبت الستوري بتاعتي. وعامه احنا كمصريين احنا حرفيا كلنا شبه بعض، كمصريين كلنا بلا استثناء شبه بعض. تاني نوع اللي هو اليو جي سي او اليوزر جنريتد كونتنت. بكل بساطه الناس اللي هم اشتروا مني قبل كده، او مثلا مايكرو انفلونسرز او ماكرو انفلونسرز، بيعملوا ريفيو للبرودكت بتاعي. خلاص هم الناس دي هم بيعملوا ريفيو للبرودكت اللي هم جربوه كده، فهو كونتنت طالع منهم او كونتنت طالع من ناس شبههم. بس انا بفضل في المرحله ديك او في اليوزر جنريتد كونتنت في مرحله التوب اوف فانل انك تجيب مايكرو انفلونسرز ريليتد بالاندستري بتاعك وتخليه هو ذات نفسه يحكي الحاجه دي. طيب نيجي لثالث حاجه او ثالث نوع كونتنت، وهو البروبلم والسولوشن. بكل بساطه انا بجيب مشكله حلها دوت بيكون البرودكت بتاعي. فبالتالي انا بخلي الناس اللي هم اصلا في السيلز فانل، انا عندي السيلز فانل عباره عن 3 حاجات. اول اكتر مرحله فيهم هو ال 80% من الناس اصلا مش بيبقوا عارفين ان هم عندهم مشكله وحلها، ودي اكتر مرحله الناس بتطلع منها. الناس دايما بتلاقيها بتتخانق على في الجزئيه بتاعت اللي هم ال 3%، الناس اللي جاهزه ان هم عندهم قرار شراء وقادرين ان هم يشتروا فعلا. ناس تاني بتبقى اوير بس مش عارفه انهي برودكت الحل بتاعها، هم بيكونوا ودول بيمثلوا 17%. فانا لازم اشتغل بالكونتنت بتاعي على كل مراحل الفانل. فبالتالي انا مثلا لما اجي بعمل بروبلم وسولوشن، انا خلاص لو انت عندك المشكله ديك، لو انت مش عارف ايه حلها، فانت خلاص هتلعب على الجزئيه دي. فانا بطلع نفسي عن طريق الكونتنت بتاعي من الريد اوشن وبروح للبلو اوشن. خلاص انا بروح لمنطقه انا خلاص انا عندي السلايس اوف اودينس كبير. جدعان احنا 120 مليون، انتوا متخيلين يعني ايه 120 مليون؟ احنا حرفيا احنا ماركت فيه كميه اودينس حرفيا مش عارف، احنا سوق كبير جدا. فانتوا يا جدعان اهم حاجه لما تيجوا تعملوا كونتنت ما تعملوش كونتنت تضيقوا الدنيا عليكم، لا اعمل كونتنت. حتى ده عامه بتكلم كبيد ادز وكاورجانيك كونتنت. عامه اعملوا كونتنت يكفر معاكم كل مراحل الفندق، ما تشتغلش على حته معينه. يعني انت لو بتبيع برودكت ما يبقاش كل شغلي ان انا خلاص يا جدعان اشتروا 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 اشتروا. الناس مش بتحب كده، الناس في مراحل كتير قوي لازم اعدي الناس دي فيها. رابع حاجه او رابع نوع كونتنت وهو الاديوكيشنال كونتنت، وده زي الكونتنت اللي انا بعمله على تيك توك. بكل بساطه انا بقدم فاليو للناس. لو انا دكتور اسنان، لو انا ايا كان بقى الاندستري بتاعي، فانا بعمل محتوى تعليمي بعلم الناس بتاعي معلومه مفيده، بديلهم فاليو ايا كان، بديلهم نصيحه معينه ايا كان ايه الحاجه اللي انا بقدمها لهم. فبالتالي الشخص دوت هيبدا مرحله او هبدا ان انا بالنسبه لي هيبقى اوير بيا وهيبدا يثق فيا. ليه؟ لان انا بديله فاليو معينه. انا الفاليو ديك ممكن نستفاد بيها في ايه؟ دلوقتي انا بالنسبه لي اسهل طريقه تكسب بيها عميل، تمام، وهو انك تتعلمه ازاي يستغني عنك. يعني هنيجوا للناس بتوع سيلز العقارات، اغلب سيلز العقارات الناس بتكرههم ليه؟ حرفيا الناس حرفيا بيجوا سيلز العقارات انا معايا مشروع هنا وهنا وهنا، فالناس بتحاول تقنع الشخص ان هو يشتري، مش بتبقى بالنسبه له هم مش بيبقوا كونسلتنت ليه، انا مش ببقى استشاري ليه. فعليا اكتر ناس بتبيع في العقارات واعرف ناس كتير حرفيا هو ده الموديول بتاعهم، هو بيكلم الكلاينت بالنسبه له انا هعرفك ايه الفرق ما بين ده وايه المكان المناسب ليك بالظبط، وهعرض عليك اكتر من مشروع. مش بقول لك اشتري، لا انا بقول لك انا بس بالنسبه لك انا كونسلتنت، تمام، وبفهم في الريل استيت ده اكتر منك، فانا هديلك حاجه خبره او هديلك كونسلتيشن ببلاش. مقابل كده انت هتلاقي الشخص ده هو واثق فيك وانت مش بتضله فعلا، انت فعلا بتديله النولج حقيقيه، وقتها الشخص ده هيثق فيك، تمام. انما انت دلوقتي لو بالنسبه لك ان انا خلاص انا مش هدلعك حاجه ومفيش حاجه اسمها عامه يعني شغل او سر الشغلانه، الكلام ده حرفيا في سلطع برجر بس، الكلام ده مش موجود هنا. كل لما تطلع نولج للعملاء بتوعك كل لما الناس تثق فيك اكتر. الناس ما عندهاش وقت ان هي تعمل السيرفيس بتاعتك او البرودكت بتاعك، فانت لما تعرف الناس ازاي يختاروا الخامات، ازاي يعملوا اي حاجه، وقتها الناس فعلا بتثق فيك. انا هفتكر موقف واحنا بنشتري عفش بيتنا، يعني كنا في دمياط، فجينا رحنا على اكتر من معرض وكل حاجه، كنا طبعا بنقارن ما بين الاسعار والحاجات دي كلها والماتيريال وكده. فجه راجل هو تاجر حرفيا، هو عملها من غير ما يقصد او الله اعلم او هو بقصده حرفيا. هو قام جاي قال لنا ايه، بص ده نوع خشب وازاي تعرف الخشب المعين، وما قال لنا على حاجه معينه كده قالها لوالدي يعني عامه يعرف منها نوع الخشب النظيف مش من نوع الخشب النظيف. المهم ان احنا قمنا خدنا نفسنا وقعدنا نلف وبقينا فعلا، والدي فعلا خد النصيحه ديت وقعد يجرب بيها ويعمل. المهم عدى اسبوعين والدي قام راح اشترى من الراجل ده. ليه؟ هو خلاص هو واثق فيه، هو اداله فعلا معلومه حقيقيه، فوقتها فعلا خلاص هو والدي واثق فيه، واثق في النولج اللي عنده، وعرف ان هو فعلا مش هيضل او ما ضلوش. ولما لقى ان هو فعلا ما ضلوش واداله معلومه حقيقيه خلاص هو واثق فيه، وراح فعلا اشترى عفش بيتنا كله حرفيا من عند. نفس الطريقه دي قدمها على الكونتنت بتاعك، تمام، كاديوكيشنال كونتنت، تعرف الناس فعلا حاجات مهمه لها علاقه
علاقه بالاندستري بتاعك. نيجي لتاني مرحله، والمرحله بتاعت اللي هو الميدل اوف فانل. بكل بساطه المرحله ديت وهو ان انا خلاص انا بقى الناس عندي هم يعرفوني، هم بالنسبه لي شافوني قبل كده تمام، هم اوير بيا وبالبرودكت بتاعي، ودول بيمثلوا لنا 17% من الناس. بكل بساطه ان انا عندي بالنسبه لي الناس اللي هم عرفوني دولت انا لازم اخليهم يثقوا فيا، عشان خاطر في منهم هياخدوا اكشن، في منهم هياخروا الاكشن دلوقتي. فانا هيثق فيا ازاي؟ لازم اعمل له الكونتنت بتاعي يكون فيه ريفيو العملاء بتوعي قبل كده، ناس جربوا البرودكت بتاعي ده قبل كده خلاص وهم بالنسبه لي واثقين. ممكن يكون البيفور والافتر، انا والله بص انا قبل ما استخدم البرودكت كنت اكس، او قبل ما تستخدم البرودكت او لما تستخدم الحاجه بتاعتي او ايا كان السيرفيس اللي انا بقدمها كنا واقفين في الزون ديت، فبعد كده وقفت هنا تمام. فانا بديك بيفور وافتر، بيفور السيرفيس او البرودكت بتاعي وبعدين افتر الحاجه دي. تالت حاجه المقارنات، انا بقارن ما بين المنتج بتاعي ومنتجات تانية، دي بنلاقيها حاجات كتيره قوي. رابع حاجه البرودكت ديموز، وهي استخدامات المنتج بتاعي ازاي الناس تستخدم البرودكت بتاعي او السيرفيس بتاعتي. فكل دي انواع كونتنت بتخلي الناس تثق فيا اكتر، بتخلي الناس حابين. وممكن نزود عليهم برضو الكونتنت اللي هو اليو جي سي برضو سبيشالي بتاع المايكرو انفلونسرز. المايكرو انفلونسرز المين كرايتيريا عندنا او العامل الاساسي اللي نختار بيه المايكرو انفلونسر، وهو يكون اهم حاجه شبه الاودينس بتوعي. يعني انا ببيع في مجال كوزماتكس، اجيب الناس اللي هم ريتد بالكوزماتكس، زي الناس اللي هم اسمه ده البيوتي انفلونسرز، الناس اللي هم الدكاتره الجلديه، الحاجات دي كلها تمام. فالناس هي اوريدي واثقه فيه، او اوريدي هي فعلا خلاص وانا واثق، فوقتها انا هاخد منك المعلومه وهبقى واثق فيك كبراند بشكل عام. فليه انا اهم حاجه عندي في المرحله ديت انا ببني الثقه ما بيني وما بين العملاء بتوعي اللي هم اوريدي اوير بيا، هم مش اول مره يشوفوني، لا هو اوير بيا، هو شافني قبل كده عن طريق الاويرنس بتاعي تمام. فوقتها في ناس منهم هتموف فورورد على طول، في ناس منهم لسه هتقارن، في ناس منهم هتخش على الويب سايت وهتسقط وكده تمام. هنا بالنسبه لي بيكون في من اكتر المراحل اللي فيها سيلز عامه تمام. طيب نيجي لاخر مرحله، مرحله البيل اوف فانل، او بكل بساطه المرحله اللي انا بكونفيرت الناس او برجع الناس اعمل لهم ريتارجتنج تاني، او بكل بساطه اللي انا بستهدف الهوت اودينس، او الناس اللي هم جاهزين ياخدوا اكشن، او الناس اللي هم اوريدي كانوا هياخدوا اكشن وجت فتره عندنا تمام ما بقاش معاهم فلوس. يعني لو جينا بصينا عندنا في مصر او كموظفين في العالم كله، هنلاقي ان الناس في اول الشهر كقدره شرائيه الفانل او القدره الشرائيه لو جينا نمثلها باسمه ده بدايجرام، هنلاقي ان الدايجرام في الاول القدره الشرائيه بيبقى عالي عند الناس كده في اول الشهر، وبعدين بيجي عند نص الشهر بيقل شويه، وبعدين مثلا من يوم 24 الناس مرتباتها بتبدا تخش، فبالتالي وقتها بيفضلوا يبقى عندهم قدره شرائيه تاني تمام. ليه؟ لان جاي من كل الناس موظفين. فانا بالنسبه لي بيكون معايا شويه عملاء من المرحله اللي قبل كده، من المرحله اللي هي الميدل اوف فانل تمام. بقى شويه عملاء بيسقطوا مني لان هم ما عندهمش قدره شرائيه، لسه بقى بيقارن، لسه في حاجات كتير قوي. فانا بعمل ايه؟ بعمل كونتنت عامل ازاي عشان خاطر اراجع الناس دي، او اخلي الناس دي لويال ليا، او ناس هم اوريدي اشتروا مني مره وعايزهم يشتروا مني 2 و3 و4، بالذات لو انا ببيع برودكت استهلاكي. والناس اصلا كتير مش بتاخد بالها من النقطه دي، ان هو بيبقى معاه لسته عملاء ومش على طول بيعمل لهم تارجتنج. يعني انا مثلا انا عارف ان البرودكت بتاعي هو استهلاكي، وبحتاج العميل بتاعي يرجعه مره كل مثلا شهر او كل مثلا شهرين ايا كان، فانا اروح للعميل ده قبل الشهر ما يخلص حرفيا ب3 4 ايام، وابدا اعمل له ريتارجتنج وابعته تاني افكره بيا كده. طيب بعمل كونتنت عامل ازاي؟ بعمل في الكونتنت بتاعي والكريتيفز بتاعتي بتبقى لازم تحتوي على سبيشال اوفرز مناسبه للاودينس دول. هو خلاص هو اوريدي دخل عندي على الويب سايت وشاف عندي الاوفرز وشاف العروض والحاجات دي كلها، فانا لازم اعمل له اوفرز تكون مناسبه شويه. فهو هقارن ما بين بيفور وافتر كاسعار بقى، لان هو خلاص هو واثق فيا تمام، وهو انترستد قوي، وهو هوت بالنسبه لي. فانا وقتها خلاص انا هيبقى بالنسبه لي فكره ان انا اكونفيرته، بس ممكن اعمل له اوفر بسيط خاص ب 10% فري شيبنج كده، ابعت له اللي هي المسج بتاعت اللي هي اللي هو ستيل انترستد وكده، او ابعت له المسج اللي هو بتاعت اللي هو الاد تو كارت. انت عندك حاجات في الاد تو كارت، وعن طريق لو جينا على شوبيفاي هتلاقي ابلكيشن اللي هو كليفيو. طيب ممكن نلعب على جزئيه اليوجرنسي. بكل بساطه انا لازم العب على الجزئيه دي بقى، والعب على الفومو واليوجرنسي او الفير اوف ميسنج اوت كحيل نفسيه استخدمها على العملاء بتوعي في الفتره دي. ليه؟ هو دايما طول ما الناس شايفه ان الحاجه دي بالنسبه لها متوفره لها ان هي تاخدها في اي وقت، فبالنسبه لها بيبدا ان هو طب انا ممكن قدام، ممكن مش قدام وكده تمام. فانا ككونتنت او ككرييتيفز لازم اعمل كونتنت بتاعي ابقى ليميتد كستوك بقى، لو انا ببيع برودكت، او انا مثلا ليميتد سيتس لو انا ببيع سيرفيس ايا كان. فانا بالنسبه لي بعرف الناس ان انا الحاجه دي بالنسبه لي باوندد بتايم معين، باوندد بحاجات معينه مش متاحه ليك على طول. وبلعب على الاحساس بتاع
فير اوف ميسنج اوت، ودي من اكتر الاستراتيجيز اللي بتجيب حرفيا مع الناس واللي بتكونفرت الناس. حتى انا شخصيا انا بتجيب معايا انا، وانا الحاجات دي انا اللي بعملها في البراندات حرفيا، فانا بتجيب معايا تمام. لان انت كشخص او كبني ادمين هو عقلك اللاواعي اللي بيتحكم فيك، مش عقلك تمام. فانت احساسك هو اللي بيتحكم وبيخليك تمنطق الموضوع. فبالتالي لما انت عملت الفانل ده ومشيت مع الفانل كويس قوي هتوصل لاهم حاجه وهي المصاري. اهم حاجه انك تعمل في الاول وفي الاخر فلوس، او اهم حاجه ان انا اجيب ليدز. فبالتالي كل ده بالنسبه لي هيوصل لايه؟ لفلوس بشكل اندايركت. فانا بالنسبه لي لازم اعمل كونتنت مناسب للفانل كامل وكل حاجه. طيب بعد ما خلاص عرفنا الفانل بتاعنا ماشي ازاي، والاودينس سيجمنت اللي هم الهوت والورم وكل حاجه، واللويالتي بروجرامز اللي احنا عن طريق الاوفرز والحاجات دي كلها ممكن نعمل لويالتي بروجرام للاودينس بتوعنا. الاودينس اللي هم اشتروا مننا مره واثنين وثلاثه احنا بنعمل لهم اوفرز عشان يبقوا لويال لينا ويبداوا يعملوا ريفيرز. طب احنا ممكن نعمل حاجات تاني، ممكن نعمل ليهم لويالتي بروجرام. لو انت والله جبت ناس او عملت ريفير لناس انت اوريدي هو واثق فيا فهو يبدا يقنع الناس، طب والله لو عملت كده انا ممكن اديك ديسكاونت كمان انت واصحابك تمام. فاعمل بندل بدل ما انت تشتري انت لوحدك، انا ممكن اعمل حاجات تربط اكتر او انت تديني ريفيرز وكده. ليه؟ انا عايز الشخص، انا عايز بالنسبه لي الكلاينت هو اللي يعمل لي ماركتنج عن طريق الريفيرز، عن طريق كده. انا بالنسبه لي انا المايك ده انا حرفيا انا عملت ريفيرز ليه لاكتر من حرفيا اكتر من 20 واحد تمام، اكتر من 20 واحد كونتنت كريتور. ليه؟ هو البرودكت عجبني وكده. فلقيت ان انا بالنسبه لي بطريقه دايركت حد يجي يسالني عن حاجه بقول له والله ده حلو اشتريه من كذا. ليه؟ هو انا بالنسبه لي هو برودكت عجبني او اليوزر اكسبيرينس عجبتني، فانا ببقى لويال للبراند ده. طبعا مع ماتش او حاجه بسيطه قوي ان هي اعمل ايه، انا اعمل كاستمر سيرفيس شويه. يعني انا كنت بكشف عند دكتور اسنان، والموقف ده انا ما اعرفش انا قلته قبل كده. كنت بكشف عند دكتور اسنان، فبعد ما روحت من المستشفى دكتور الاسنان تاني يوم كلمني ازاي حضرتك عامل ايه، انا بس بطمن عليك، بطمن على مش عارف اسنانك والحاجات دي كلها. فبقت بالنسبه لي العياده انا لويال ليها. انا لو احتجت اي حاجه لاسناني او اي حد من صحابي قال قدامي ان هو محتاج حاجه لاسنانه بعمله ليها ريكومنديشن وكده. طيب نيجي للجزئيه بتاعه الكريتيف ايديشن، او بكل بساطه ازاي اطلع افكار للكرييتيفز. اول واهم حاجه اني انا لو انا لسه بادئ اشوف الكومبيتيتورز، ابص الناس دي بتعمل ايه. هل انا اشوف الكومبيتيتورز واشف؟ لا، انا ما بقولكش شيف، انا بقول لك اعمل لك برين ستورمنج. يعني تعالى احنا دلوقتي مثلا هوريك ازاي تشوف الكومبيتيتورز بتوعك. هنيجي مثلا هنفتح على ميتا. انا لو انا بعمل كريتيفز للادز بتاعتي او للكونتنت بتاعي ايا كان، انا بعمل ايدنتيفيكيشن للمين او اكتر ناس مشهورين في مجالي كعشرة لو انا بتكلم ككريتيفز وككونتنت عامه. انا والله لو انا بتكلم على الكريتيفز هم فاتح مثلا حاجه بتاعت الايه الادز لايبرري تمام، فاقوم مثلا فاتح الحاجات بتاعت ايا كان. انا مثلا هاجي على ماكس ماسل وهدور عليه البراند ده، ايه ده ما عندوش ادز، فانا ممكن كده بالنسبه لي اشتغل عليه تمام. طيب بالنسبه لي ممكن اجي مثلا ايه البراند ده بالنسبه لي كومبيتيتور، فانا لا انا هفتح الادز بتاعته وادور عليها. طب انا هشوف تريكاه بقى، تريكاه هتعرفني انهي كونتنت منهم ماشي. والله بص انا هبص على الكونتنت كل دول اكتف ادز عامه. انا بالنسبه لي اقوم راجع بقى تحت كده ادور على الحاجات اللي هي شغاله بقى لها مده. انا معايا حاجات هنا شغاله امتى؟ من شهر 7 25، في حاجات هنا من شهر 6، في حاجات هنا من شهر 5. فانا ادور على الكونتنت هنا حاجات شغاله من شهر يناير. فبالنسبه لي الكونتنت ده او الدايركشنز دي جايب معناه ده في حاجات شغاله من شهر 10 كمان يا جدعان بجد. فانت لازم تعرف انهي نوع كونتنت. فابدا اتفرج بقى على الفيديوز دي كلها، وانس ان انا في حاجات شغاله من 23. انتوا عارفين معنى الحاجات دي كلها ان انا بالنسبه لي كل ما يكون الكرييتيفز دي عمرها طويل كل ما هي تكون قويه، كل ما انا اعرف ان الانجلز دي بتجيب مع الناس تمام. فوقتها انا بطلع ليا افكار. الافكار ديك او عن طريق برين ستورمنج انا ربنا هيلهمني افكار تمام. بجمع بقى اكتر 10 براندات، بشوف الحاجات اللي شغاله عندهم من زمان وببدا اطلع حاجات شبههم. ده ازاي تجيب ليك افكار تمام. طيب في حاجه كمان الجزئيه بتاعت اللي هو العملاء بتوعي. انا لو انا عندي كونتنت او انا عندي عملاء قبل كده هم خلاص جربوا البرودكت او السيرفيس بتاعي، انا بطلعهم از ان هم بالنسبه لي بيبقوا كونتنت تمام. انا بعمل افكار او بطلعهم في الكونتنت بتاعي استغلهم ان هم يدوا ثقه للعملاء التانيين. طيب ممكن اعمل ستوري تيلينج، ممكن ادخل فيه بقى قصه حصلت معايا مع عملاء، ممكن ادخل فيه نصيحه، ممكن ادخل فيه حاجه معينه ريليتد بالحاجات دي كلها. لان الناس دايما الناس بتشتري برضو احساس زي ما قلت لك وبيمنطقوا الموضوع. فانا القصه بالنسبه لي هي اللي بتكسر الملل مع الشخص ده مع العميل. فانا لو قلت كونتنت، لو قلت فاليو معينه جوه القصه، لو عملت حاجه معينه جوه القصه فالناس تبقى ايه واثقه فيا. ممكن نلعب على التيجرز اللي هي الحاجات اللي انا قلتها قبل كده، فير اوف ميسنج اوت بقى، اليوجرنسي،
حاجات كتيرة قوي ممكن يلعب عليها في الكونتنت بتاعي. ممكن الترند جيكنج بكل بساطه. انا دلوقتي انا اشوف ايه الترند اللي ماشي، وهل هو مناسب للبرسبشن بتاعي انا كبراند او كشخص، او مناسب ليا انا او الكونتنت بتاعي. لو مناسب انا ممكن اشتغله. يعني في على براند دلوقتي، براند اللي هو المشهور جدا، في براند مصري قام عمل عيش في امريكا، والبراند كسر الدنيا في امريكا. طب انا الاقي الحاجه دي، هل انا الحاجه دي ريليتد بيا او ريليتد ليه؟ انا بالنسبه لي والله ككونتنت بتاعنا كعبد الله، انا لازم اتكلم كسايكولوجي اوف سيلينج. ليه الناس اشترت حاجه شبه دي؟ الناس اشترت حاجه شبه ديك والله اول حاجه لانه الناس دي كمصري هو طلع من الريد اوشن. هو طلع اول حاجه لو عمل العيش في مصر مستحيل ينجح، انت عندك مليار كومبيتيتور. طيب انا هو راح هناك امريكا ما عملش توست، التوست منتشر هناك في امريكا كتير قوي، هو عمل بالنسبه له الحاجه اللي مش موجوده، فراح في بلو اوشن، تمام، منطقه ما فيهاش اي كومبيتيتورز وكده. طيب تاني حاجه هو لعب على احساس معين عند الناس. انت اول حاجه عندك مصريين ناس كتير قوي مستنين اي حاجه من ريحه بلدهم، فبالنسبه له والله بص، انا لو انا بالنسبه لي خدت حاجه هي بتفكرني بذكريات، انا شفت ناس بتعيط لما شافت العيش ده، فانت بتربط البراند بتاعك او بربط الترند بتاعي، الترند ده هي حاجه مناسبه ليا انا، تمام. فانا ما ينفعش استغل اي ترند، ما ينفعش اروح باي موجه غير لما تكون حاجه هي مناسبه للبراند بتاعي وللفاليو اللي انا بقدمها للناس. طيب نيجي لجزئيه اللي هو الفريم وركس، او بكل بساطه ان انا العب في الكرييتيفز بتاعتي. لو انا كرييتيف عندي عايز اغيرها، ممكن اغير الهوك، ممكن اغير حاجات معينه فيها، فبالتالي انا غيرت الكرييتيف بتاعتي. طيب فانت تبدا على طول تشتغل على الكونتنت بتاعك، او انت بكل بساطه ابدا طلع افكار، ابدا اعرف مين هم التارجت اودينس بتوعك والحاجات دي كلها. وزي ما قلت لك هم في 3 حاجات بسيطه، انك اول حاجه تكونسيدر يور سيلف، او تعرف الناس بيك وتعرف الناس يبقوا اويرنس بيك وبالبرودكت بتاعك. تاني حاجه تعمل اوبجكشن ليك، تمام، وتبني تراست مع العملاء بتوعك وتخلي الناس واثقين فيك كفانل بقى. تالت حاجه انت بتعمل ريكفر او بتكونفرت الناس او بتبني لويالتي او بتبني ناس واثقه فيك. خلاص انا بالنسبه لي انا بعمل لويالتي بروجرام وكده، فكل ده في الاخر كفانل هو بيوصلني لاهم حاجه للريفينيو، تمام. طيب نيجي الموضوع من اهم المواضيع وهو الكوبيز. احنا خلاص اتكلمنا على الكونتنت وازاي تعمل كونتنت وايه الكونتنت المناسب لكل مرحله وايه الكرييتيفز المناسبه لكل مرحله وازاي تجنريت كونتنت وازاي تعمل ليك برين ستورمنج والحاجات دي كلها. طيب هنيجي بقى ازاي تكتب كوبيز وايه هي الكوبيز برضو المناسبه لكل مرحله وازاي تعمل كوبيز. طيب نيجي بس ايه قبل ما نبدا نتكلم على الكوبيز في شويه حاجات ليها علاقه بميتا، تمام. طيب اول حاجه ان اول حرف، اول 25 حرف عندك، تمام، في برايمري تكست انت لو جيت بصيت عندك هتلاقي ان انت بعد اول 125 حرف هتلاقي كلمه سي مور. فانا ايه الكلام ده، ايه هستفاد ايه من الملاحظه بقى كده؟ ان انا لازم اكتب هوك او اكتب حاجه معينه، او في البرايمري تكست الهوك بتاعي لازم ما يعديش ال 125 حرف عشان خاطر الناس تدوس سي مور. فبالنسبه لي الالجوريثم كمان هتبدا تصنف ان انا بالنسبه لي الكونتنت ده او الكوبيز دي او الكرييتيفز دي قويه، لما الناس تبدا برضو ايه من ضمن الحاجات اللي بتبدا متى تقارن بيها الناس او تقيم بيها الكرييتيف، تمام. طيب تاني حاجه اختار كول تو اكشن كويس، تمام. طيب الكول تو اكشن دوت بكل بساطه انا دلوقتي عامل ليد جنريشن كامبين، فطبيعي ان انا هختار حاجه شبه مثلا ليرن مور وكده. طب انا بعمل حاجه مثلا بعمل ليد او بعمل مثلا ليد جنريشن كامبين للجزئيه بتاعت مثلا اللي هو الناس هتعمل ساين اب في موقع او فلازم اختار كول تو اكشن ساين اب. طيب انا ببيع برودكت وعايز الناس تطلب اوردر، فانا هختار اوردر ناو. طب انا عامل اوفر، فانا هختار جيت اوفر. ايا كان بقى الحاجه اللي انا عاملها، فانا بختار حاجه او كول تو اكشن بيالاين مع الكوبي بتاعتي. طيب ثالث حاجه ما ينفعش اعمل ديس ماتشنج ما بين المسج اللي انا قايلها او الكوبي او الكرييتيف بشكل عام والويب سايت. يعني انا دلوقتي لما باجي دلوقتي عامل كوبي انا قايل فيها اوفر، او انا ما ينفعش اقول مثلا انا دلوقتي انا عندي اوفر معين في الكوبي او في الكرييتيف والكلام ده الراجل يروح عندي اللاندنج بيج ما يلاقيش الكلام ده موجود. دي اكتر حركه حرفيا مستفزه للناس وبتستفز الاودينس وبتخليش الناس واثقه فيك تماما. فانا لازم اعمل يبقى الكوبي بتالاين مع الكرييتيف بتالاين مع اللاندنج بيج، تمام. الاوفر كله يبقى الحاجه موجوده واحده كلها، يبقى كل الكلام ده ماتشنج مع بعض، تمام. فوقتها الكونفرج ريت عندها هيعلى. رابع حاجه ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، اني انا اختار التون المناسبه للعميل بتاعي. دلوقتي لو انا ببيع حاجه لاكجري مثلا، فالحاجه دي اغلب العملاء بيتكلموا بتون او بالحاجه الانجليش، ودي حاجه انا ما بحبش الحاجه دي، بس بالنسبه لي اغلب الناس بيتكلموا كده، تمام. فانا لازم اكتب لهم بالطريقه اللي هم يفهموها، تمام. طيب لو انا دلوقتي بتكلم مع ناس عرب مصريين او ايا كان عرب مش مصريين،
فبتكلم باللغه العربيه تمام. حتى اللغه ذات نفسها او التون ذات نفسها كلغه عربيه فصحى او بلغه عاميه او ايا كان، على حسب البرودكت بتاعي وعلى حسب البراند برسبشن اللي انا بسيبه عند الناس تمام. فوقتها لازم اتكلم بايه، بتون مناسبه للعملاء بتوعي وللبرودكت بتاعي والحاجه اللي انا شغال عليها والحاجه اللي انا بحط نفسي عليها كبراند. طيب هنيجي هنا لشويه استراتيجيز في كتابه الكوبيز وامتى تكتب كل واحده فيهم. نيجي واحده للجزئيه او واحده من اكتر الحاجات المشهوره في الجزئيه ديت وهي الاي دي اي تمام. بكل بساطه دي استراتيجي معتمده على ايه، 4 اقسام. بكل بساطه الاتنشن تمام، او الهوك او الحاجه اللي هي تجرب الاتنشن بتاع الشخص، ودي بتتمحور في ايه، في اول سطر اللي هو بيكون حرفيا ما بيعديش ال 125 كلمه قبل السيمور. نيجي لتاني حاجه الايه، الانترست او الاهتمام، الشخص ده يهتم بيك ليه، ايه الفاليو اللي انت هتقدها للشخص دوت. تالت حاجه الديزاير او النتيجه او الاسبروف بتاعي او ايا كان الحاجه اللي الشخص مستنيها، او ايه الاوت كام اللي الشخص مستنيه يقيس بيه، او الشخص دوت خلاص انا هكمل قرايه ليه تمام. يعني مشكله الناس دايما دلوقتي بتركز على ان هم يعملوا هوك قوي جدا تمام، بعد كده البادي ذات نفسه ما بيبقاش انترستد كفايه الناس تكمل فيديو، فالافريج واتش تايم بيقل، فبالتالي الالجوريزم بتصنف الكونتنت على انه ضعيف. فبالتالي كل ما دي اهم اصلا معادله في الكونتنت، ان انت بالنسبه لك او ككوبيز او ايا كان ان الناس تقعد تتفرج على وقت اطول، لان البلاتفورمز كلها بتتخانق على ان هم يقعدوا الناس اكتر عليه. وانس الناس قعدت اكتر فبالتالي الاعلانات هتظهر لهم اكتر، فبالتالي الناس معلنين ايا كان بقى كادفرتايزرز هيبداوا يشتغلوا اكتر على البلاتفورم وكده، فوقتها فلوس البلاتفورم هتزيد. دي كلها لوب في الاخر بتصب في مصلحه الناس. فالبلاتفورم بتبداها منين، بتبدا اللوب من عندك انت بقى، من عندك اللي انت هي بتبدا تسبورت الكونتنت اللي هو الافريج او الافريج واتش تايم بتاعه عالي، فوقتها بالنسبه لك بتبدا ايه، تريكومند الحاجه ديك او تبدا تفايرل الكونتنت ده. طيب حاجه مهمه قوي وهو الكول تو اكشن، لازم اعمل كول تو اكشن مناسب مع الكوبي بتاعتي، لازم اعمل اكشن ايا كان ايه هو. انا دلوقتي بعمل اديوكيشنال كونتنت عايز الناس تعمل لي فولو، فانا والله هقول للناس لو مهتم انك تتعلم مثلا عن الحاجه دي اعمل لي فولو. طيب ليه؟ لان لو ما فيش كول تو اكشن هو الناس هيكمل وبس هيمشي. نفس الكلام في المسجز كامبينز، الناس بتبعت ديتيلز بس بينسوا يبعتوا اللي هي الاكشن اللي هو يبدا ما يعملش اسامبشن ان الشخص قفل ديل تمام. لا انا لازم اعمل اسامبشن كل شويه ان الشخص ده قفل ديل، فانا لازم بالنسبه لي احط كول تو اكشن مناسب للحاجه دي. طيب امتى بستخدم الحاجات دي؟ اول حاجه بستخدمها في المرحله بتاعه التوب اوف فانل، الناس اللي هم بالنسبه لي ما يعرفوش عني حاجه، الناس اللي مش اوير بيا وكده تمام. تاني حاجه برضو في الورم اودينس او الجزئيه بتاع الميدل اوف فانل تمام، لو انا بعمل بقى فيها تيبس، لو انا بعمل فيها الحاجات الحته بتاعت اللي هو السوشيال بروف او الحاجات دي كلها تمام. فانا بالنسبه لي او البرودكت ديموز وكده، فانا بستخدم الايه، الاستراتيجي ديك فيها. نيجي لتاني تكنيك عندنا في الكوبي رايتنج وهو الباس تكنيك. بكل بساطه التكنيك دوت معتمد على 3 اقسام اساسيه، وهو البروبلم والاجيتيشن والسولوشن. يعني دلوقتي انا بعمل مشكله او بجيب مشكله عند عميلي، يعني مثلا الناس اللي هم عندهم مشكله في حاجه معينه ايا كان ايه هي الحاجه دي. لو جينا بصينا انا دلوقتي كعبد الله برضه هديها على المايك ده، انا عامه عمال اعمل له اعلانات مش عارف ليه، المفروض الشركه دي تديني فلوس. طيب لو انا دلوقتي المايك دوت انا كان عندي مشكله ان كواليتي الصوت عندي كانت ضعيفه، فاحنا مثلا هنقول المشكله دي المشكله ديت هنبدا بيها الكوبي بتاعتنا. طيب هنبدا بقى نعمل اجيتيشن للمشكله دي، هنفخم المشكله. يعني كواليتي الصوت ضعيفه فبالتالي الفيديو بتاعك هيبوظ تمام، ككواليتي صوت ضعيفه فبالتالي فيوزك هتقل، فبالتالي مشروعك هيبوظ. انا كبرت الموضوع، انا عملت حرفيا هاصل حوالين حاجه هي مشكله قد كده بس انا بكبرها في الكوبي بتاعتي. طيب بعد كده السولوشن بطلع البرودكت بتاعي، والله يا ابن الناس انت لو اشتريت البرودكت بتاعي ده اللي هو ده هيحل لك المشكله بتاعتك وهيخلي لك كواليتي الصوت بتاعتك ضعيفه، كواليتي الصوت بتاعتك كويسه ولا ايه. فوقتها انت خلاص، انت المشاكل اللي عندك او الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، انا البرودكت بتاعي والله ده هيحل لك المشكله دي. طيب انا بقى بالمشكله بتاعتي ديت امتى بستخدم التكنيك ده؟ بكل بساطه في مرحله الميدل اوف فانل. ليه؟ انا بانجيج مع الناس بالمشاكل بتاعتهم، زي برضو جزئيه الكومباريزنز والحاجات دي كلها تمام، ايا كان. او ممكن استخدمها على فكره في اليو جي سي، ممكن استخدم التكنيك ده في حاجات كتير قوي. لما باجي اكتب ليها كوبي او لما باجي اكتب ليها كونتنت عامه، التكنيكس دي كلها بستخدمها على حسب كل مرحله في الفانل بتاعي. فانا بالنسبه لي بستخدم الكونتنت ده امتى او الطريقه دي امتى؟ في مرحلتين برضو، التوب اوف فانل والميدل اوف فانل. الناس اللي هم الكولد والورم اودينس بالنسبه لي دي هتكون مناسبه جدا ليه، للمرحله دي
نيجي لثالث تكنيك عندنا وهو البي اي بي، او بكل بساطه هو معتمد على 3 حاجات: البيفور والافتر والبريدج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بقوم جاي بقول الحاجه او بقول المشكله او بقول الحاجه اللي قبل البرودكت بتاعي وحلها، وبعدين بطلع البرودكت بتاعي عايز ان هو حل. يعني لو جينا بصينا على الاعلانات اللي بتظهر على قنوات حبيشه والحاجات دي كلها، يجيب لك شخص عنده ارق ومش عارف ايه وعايز ينام وكده، بعدين بعد ما يقوم حاطط لك المرتبه بتاعته فتمام، فيقوم قايل لك ايه؟ هو استخدم مرتبه تاكي هوم مش عارف ايه. تمام؟ ليه؟ هو خلاص وداك البيفور والافتر وقال لك البرودكت بتاعه هو البريدج. انا بقارن ما بين المشكله اللي عندك وبعد لما تستخدم البرودكت بتاعي، فبقوم مطلع الحاجات دي كلها. برضو الكونتنت ده او الكوبيز دي كلها بتكون مناسبه للمرحله بتاعه التوب اوف فانل والميدل اوف فانل. كل دي طرق بتكون مناسبه للمرحلتين دول. تمام؟ طيب نيجي لجزئيه الستوري تيلينج. عامه الستوري تيلينج الناس فاهمها غلط، وهو بكل بساطه مش هينفع ان انا اصحى يا جدعان انا هاخدكم معايا في يوم كذا. جدعان محدش مهتم. لازم تعرف ان محدش مهتم. لازم تسال نفسك سؤال: ليه انا كشخص لو انا شفتني اعمل لي فولو؟ ليه انا كشخص اشتري من عندي؟ تمام؟ فانا الستوري تيلينج لو ما عملتوش بالشكل اللي انا العب فيه على احساس معين، لو انا مش هدي الناس مثلا، لو انا شاب صغير وببيع مثلا برودكت، فانا مثلا باخد الناس معايا في جيرني ان انا شخص صغير وعندي شباب كتير زي السيجمنت بتاعي هيعملوا لي فولو، هيبقى انا شايفيني بالنسبه لهم رول موديل وكده. فانا بالنسبه لي انا بعمل ستوري تيلينج كويس، فانا بالنسبه لي بلعب على احساس والحاجات دي كلها. فبالنسبه لي الستوري تيلينج ده هيوصلني لجزئيه ايه؟ ان انا بالنسبه لي انا خلاص انا عملت ستوري تيلينج. الستوري تيلينج ده هيكونفرت الناس معايا بعد كده. طيب الستوري تيلينج ده برضو زي ما قلت لكم في ميزه ان هو بيكسر الحاجز او الريزيستنس من الناس ليا. الناس دايما بتحب تسمع قصص. تمام؟ الناس دايما بتحب تبان ان هي قريبه من البراند، وانك تاخد راي الناس في البرودكت بتاعك، تاخد راي الناس في حاجات معينه، فانت بتبني ما بينهم ثقه ما بينهم وما بينك. فاكتر مرحله مناسبه ليها الميدل اوف فانل، لان اصلا الميدل اوف فانل او الورم اودينس اللي هم اوير بيك، هم الناس دي اصلا هم يعرفوك، هم شافوك قبل كده، هم اوير بيك. طيب انا عايزهم ينجيجوا معايا، فانا بعمل ايه؟ بعمل اديوكيشنال كونتنت. هو هدفه والله ان انتوا تعالوا يا ناس اعملوا لي ايه؟ اعملوا لي الحاجه دي. وده اللي انا عامله عندي في السلسله بتاعتي اللي هو رحلتي عشان اكبر البيزنس بتاعي او عشان اسكيل البيزنس بتاعي قبل ما اتم 21 سنه. تمام؟ بنزل فيها مثلا سيشن كل فتره، انا باخد الناس معايا في في الرحله دي كلها، بشارك معاهم الحاجات بتاعتي وكده. فانا حاطط ليا اوبجيكتيف وازاي احققه من الناس، وبوريهم الستبس اللي احنا بنعملوها. لعل وعسى شخص ممكن يشوف الستبس دي ويقلدني، شخص ممكن يبقى بالنسبه له انا رول موديل في الجزئيه دي. انا مش رول موديل لحد، بالعكس انا بقول لك ايه؟ خد مني الحاجه الحلوه والحاجه الوحشه ما تاخدهاش، بس لان كل واحد مسؤول عن نفسه. تمام؟ طيب نيجي للجزئيه بتاعتنا برضو السوشيال بروف كونتنت. بكل بساطه السوشيال بروف دوت من اكتر انواع الكونتنتس المطلوبه. عامه زي ما قلت لكم انا دلوقتي انا عايز الناس تثق فيا، فانا بعمل كونتنت. الكونتنت ده لازم يبقى فيه سوشيال بروف ليا، اثبات ليا. انا معلش انا برضو ليه الناس تعمل لي فولو لو انا مش شخص اكسبرت في الشغلانه دي، لو انا ما عنديش نوليدج معينه، لو انا ما عنديش كيس ستاديز قديمه لناس شبههم وكده، فوقتها ما حدش مهتم بيا، وفوقتها ما حدش هيعمل لي فولو. فانا برضو لازم اطلع الحاجات اللي عندي واوري الناس النوليدج اللي عندي. ما حدش مهتم بيك انطل ان انت وريت الناس الحاجه اللي عندك. للاسف بيقابلني ناس بتبقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شاطره جدا في شغلنا، الناس بس ما حدش يعرفه، فما حدش مهتم بيه. يجي يقول لي عبد الله انا معلش انا والله كذا ومعايا كذا، وبيوريني ليهم ريزلتس عاليه قوي وبختبره بلاقي ان هو عالي جدا، بس هو ما عندوش الجزئيه بتاعت اللي هو ازاي ابين نفسي. وده للاسف وازاي اعمل لنفسي بيرسونال براندنج. وعلى فكره مش شرط بيرسونال براندنج زي ما قلت لكم قبل كده، مش شرط على تيك توك، مش شرط ان انا اطلع بوشي. ممكن اعمل بيرسونال براندنج عندي على لينكدين، ممكن اعمل بيرسونال براندنج بالكيس ستاديز اللي عندي على فيسبوك، ايا كان ككيس ستاديز بس كمان. تمام؟ مش شرط لازم تطلع بوشك، ايا كان المهم ان انت تعرف تبين نفسك. تمام؟ وخلي بالكوا ازاي تبريزنت يور سيلف من اهم المهارات عامه اللي اتعلمتها. يعني انك تتعلم المهاره الاساسيه دي لو عليها مثلا 10% ف80% من الحاجات دي كلها، او مثلا 50% معتمد على انك هاو تو بريزنت يور سيلف، وبقيه الحاجه معتمد على الكونكشنز والكوميونيكيشنز اللي انت هتعملها مع الناس. فانا لازم اعمل لي سوشيال بروف وابدا اظهر نفسي للناس، ايا كان انا دكتور شاطر فابين الناس ازاي انا دكتور شاطر عن طريق الحالات اللي قبل كده وكده. انا ميديا باير شاطر فانا باين للناس الكيس ستاديز مش عارف ايه. تمام؟ اديهم اديوكيشنال كونتنت كده. تمام؟ فانا اجي للجزئيه اللي بعد كده اللي هي جزئيه اليوجرنسي، او اللي هي اللي العب على جزئيه ايه الحاجات بقى ايه. انا بلعب حته عامل نفسيه، انا بستعجلك بقى، وبلعب على ايه الجزئيه بتاعه السكرتي واليوجرنسي، ان انا خلاص لو انت ما خدتش الحاجه دي كلها ما عملتلكش باوند التايم، والله بص انت مش هتشتري.
ليه؟ الناس دايما وعلم النفس بيقول لنا ان الناس والله بص، الناس طول ما هم في الجزئيه بتاعت ان هو انا حاسس ان انا ممكن اخد الحاجه دي في اي وقت، فانا بالنسبه لي بيبقى لا انا ممكن اخدها ليه اشتريها دلوقتي ممكن اجل. فانا لو ما حسيتكش ان الحاجه ديت خلاص شويه وهتروح منك خلاص انسى. نفس الكلام على فكره في العلاقات، انت وانس ان انت متاح طول الوقت، انت بتدي باب او حرفيا بتفتح عليك فتحه ان انت خلاص انا اتنفخت، انا حرفيا انا ماليش لازمه. فوانس ان شخص حاسس ان انت او كبراند بقى او ايا كان عامه في علاقاتك في كل حاجه، وانس ان انت شافك متاح طول الوقت، فوقتها مش هياخد معاك اكشن. فانت لازم ايه تعمل الجزئيه بتاعه اليوجرنسي والجزئيه بتاعه السكرتي بكل بساطه. ان انا والله بص انا الحاجه دي بالنسبه لي ليميتد تايم وليميتد ستوك، تمام. وليميتد ستوك ديك انا خلاص انا بعمل كاونت داون تايم بار، اللي هو خلاص انت تخش عندي على الويب سايت تلاقي ان انا عندي الاوفر لمده يوم لمده 3 ايام، تمام. وليميتد ستوك كمان عشان تخاف ان الاوفر ده يضيع عليك، تمام. فوقتها انا هلعب على الجزئيه دي، فهو هيبقى عنده فير اوف ميسنج اوت، هيخاف ان البرودكت ده او الاوفر ده يروح عليه، فوقتها زي الشاطر هيشتري مني. فانا لازم اعمل الايه الاستراتيجي ديت. وكمان ايه بستخدم على فكره الاستراتيجي بتاعت اليوجرنسي والساكرستي بكل بساطه في الجزئيه بتاعت البيلو فانل. مهمه قوي يا جدعان اول الشهر ده اللي ما يشتغلش على الجزئيه ديت اقسم بالله بيضحك على نفسه، تمام. ليه؟ الناس اللي هي خلاص الناس اللي هي شافت الاوفر ده ودخلت وقارنت، هو ناس بالنسبه لي هوت اودينس. ليه ما اشتغلش الناس دي؟ ليه ما اشتغلهمش والعب عليهم حيل نفسيه؟ انت عندك 22 تيجرز ممكن تلعب عليهم. لازم تشتغل على الجزئيه دي كويس قوي، ولازم الكوبي بتاعتك بتكون حرفيا هي ايه، هي دايركت بالحاجه بتاعت البليوجرنسي عامه، تمام. يعني انا خلاص انا بلعب على الجزئيه بتبقى حاجه صغيره جدا، بلعب بقى على عامل الوقت وكده، وبرجع بس افكر الناس بيا مش اكتر، او بعمل لهم اوفر مخصوص ليهم مش اكتر. طيب نيجي للجزئيه بتاعت الفاليو اورينتد بكل بساطه. زي ما قلت لكم ليه الناس تشتري البرودكت بتاعكم؟ محدش مهتم بيكو، تمام. وده عنوان الايه السيشن الاساسيه، ان محدش مهتم بيك ولا بالبرودكت بتاعك ولا ليه حد ليك لازمه بالنسبه له، انطل ان انت هيبقى في عندك اوت كامز او الاوت كامز اللي هو مستنيها منك او ايه البنفيتس. يعني انا دلوقتي بكل بساطه مش هينفع ادي الشخص بتاعي المواصفات او المميزات اللي عندي، لا والله بص انا هديك النتيجه عليك. يعني بكل بساطه في حاجه عندنا اللي هي ايه الجوب تو بي دان، تمام. يعني ايه؟ يعني بيقول لك والله ان العميل بالنسبه له هو مش مهتم بيك انتل ان انت هتديله ريزلتس كويسه، تمام. يعني هو لو انت شفت ان انا بديلك عملت لك فولو فانت بتدي لي اديوكيشنال كونتنت، فانت بتدي لي تيبس وتريكس وكده، فانا هعمل لك فولو، فانا هبقى واثق فيك. انتل ان انت لو ما عملتش حاجه زي كده انا ولا مهتم بيك ولا اي حاجه ومش عايزك اصلا، تمام. فانا بعمل المرحله ديت في الجزئيه بتاعت التوب اوف فانل طبعا مهم جدا ليها، تمام. والميدل اوف فانل انا بديك فاليو معينه، الفاليو ديت انت خلاص او كان على البرودكت بتاعي حتى انا ما ينفعش اجي اقول والله اني بص ان السماعه ديت مصنوعه من ستيريو ومونو مش عارف ايه. الشخص ما يهموش الكلام ده كله. انا يهمني ايه؟ انا يهمني والله ان مثلا البرودكت دوت هيعالج لي كواليتي الصوت عندي في الفيديوهات، هيخلي لي كواليتي الصوت حلو. فانا انا خلاص انا في الوقت دوت انا بشتري الايه الريزلت، انا بشتري الاوت كامز، مش بشتري ايه، مش بشتري البرودكت، مش بشتري مواصفاته، تمام. زي ما قلت لكم محدش مهتم بالبرودكت ولا بيك انتل ان انت هتدي له اوت كام معين. طيب الجزئيه بتاعت ايه الفيتشر بنفيت بكل بساطه، لما باجي دايما اترجم زي ما قلت لكم الجزئيه بتاعت اترجم الفيتشرز او اترجم المواصفات لمنافع او اترجمها لحقائق او ايا كان. يعني انا ببيع سبلمنتس دلوقتي، فالناس ما يهمهاش السبلمنت دوت في مكونات والله بذره مش عارف ايه وفي 5 جرام بروتين ومش عارف ايه، لا الناس ما يهمهاش الكلام ده كله 100%. الناس ما تهتمش، تمام. الناس هتهتم بايه؟ الناس هتهتم والله انا بشتري سبلمنتس دي عشان اعمل فورمه، هعمل فورمه خلاص، انا ما يهمنيش اكتر من كده. كشخص كاند يوزر هو ما يهموش الحته دي، فانا ككوبيز انا لازم العب على الجزئيه دي. طيب الجزئيه دي في اكتر مرحله فيها مناسبه الميدل اوف فانل، انا بعمل الفيتشرز بتاعتي انا بحولها لايه لبنفيتس. انا بقى ايا كان انا والله بقى السيرفيس بتاعتي ايه لو انت هتجي لي مثلا انا كعبد الله خدت معايا المنتور شيب دي، انت خدت معايا المنتور شيب دي انت عشان انا ما بقولكش ان انت هتعمل حاجه على قد ما بقولك ان انت هتنقل مستواك من مثلا من سينيور او مثلا من جونيور لسينيور، تمام. انا هعلي لك مستواك. انا والله ما جيتش قلت لك ان انت المنتور شيب ديك هتبقى فيها اقوى حد تكنيكال، انت ماشي خلاص التكنيكال كل الناس عارفاه، بس كمايند سيت
دي لازم انت تلعب عليها كويس قوي. في نفس الوقت انا ايه الاوت كوم اللي انت هتاخده، ايه النولج اللي انت هتاخدها، والنولج دي هتفيد معاك بايه؟ طبيعي ان هي هتزود لك دخلك قدام. بس فدي الفكره. فانا لازم احول الفيتشرز بتاعتي لريزلتس او الديزايرد ريزلتس عند العملاء بتوعي. طيب نيجي للجزئيه بتاعت الدايركت ريسبونس. بكل بساطه اني انا بوجه الناس دايركت للحاجه بتاعتي. المرحله دي من اكتر المراحل اللي هي مش بتستخدم غير في مرحله واحده، وهو بكل بساطه مرحله البيل اوف فانل على الهوت اودينس. انا بقول للناس روحوا اشتروا، انا بس بفكر الناس اللي هم الناس دخلوا عندي على اد تو كارت، ممكن عملوا اد تو كارت، حصل عندهم ديلي في الويب سايت، حصل عندهم لاندنج بيج ما فتحتش ايا كان، فوقتها انا ايه والله بص تعالوا يا ابن الحلال خش اشتري. بس انا بس بفكر الناس بيا، بخليه ياخد اكشن سريع ان هو يخش يشتري يعمل حاجه معينه بس مش اكتر. فده اسمه دايركت ريسبونس، وده هنلاقيه في اعلان من اكتر الاعلانات اللي اتشهرت مؤخرا، اعلانات ال 5 جي كلها على حوار اتصالات. وقال لك ايه؟ قال لك انت لما تعمل ده هتاخد ده، فقال لك اشترك في ال 5 جي على طول. ما قالكش بقى اصل ال 5 جي واصل هم عملوا اعلانات بانجلز كتيره، بس هو بيتكلم على الاعلان اللي انا قصدي عليه ان هو قال لك لما اشترك في ال 5 جي على طول، هو فكرك بس هو عرفك بيها وقال لك دايركت ريسبونس على طول. طيب الجزئيه بتاعت الريزون واي، ودي اللي انا حابب اختم بيها السيشن، الجزئيه دي بكل بساطه هو ليه. بكل بساطه السؤال ده لازم تساله لنفسك. انا قلت لك السؤال ده كتير عامه النهارده، بس لازم تعرف فعلا هو ليه. هو انا ليه بكل بساطه ايه الليستات اللي انا ممكن اعملها لنفسي ان شخص يبقى مهتم بيا او مهتم بالبرودكت بتاعي. لو انا مش هقدم له نوليدج، لو انا مش هقدم له حاجه تفيده ايا كان، او مشكله حلها، او مش هقدم له احساس معين، محدش مهتم بيا، محدش مهتم بيا. واقعد دايما اسال نفسي ليه انا، ليه ايا كان. حتى على فكره في دايره العلاقات العاديه، انا ليه ممكن ليه اصاحب ده وما اصاحبش ده؟ انا صاحبي ده انا هل ده ممكن يفيدني؟ هل طب صاحبي دوت هل ده صاحبي ده مش عامه مش شرط مصلحه. صاحبي ده انا ممكن اقعد معاه فصاحبي دوت يديني دوبامين، اقعد اضحك معاه واهزر معاه فانا فصلت عن الدنيا. تمام. صاحبي دوت تفكيره على طول حلو، فانا بس ببقى بالنسبه لي هو كونسلتنت، باخد منه كونسلتيشنز كتيره. صاحبي دوت انا بستفاد منه ان هو لو حصل عندي مشكله فانا هرجع له. صاحبي دوت ايا كان ايه الحاجه اللي صاحبي دوت انا ليه اصاحب ده وما صاحبش ده. صاحبي دوت محترم فهيقربني من ربنا، صاحبي دوت مجتهد فهيخليني مجتهد شبهه، فانا هبدا انا وهو نخش مع بعض ان احنا انا وهو نخش في منافسه شريفه مع بعض، مع ان احنا بنحب الخير لبعض وكل حاجه، احنا بس ايه بنجتهد مع بعض. فبيقول لك ايه؟ اعرف دايما ليه تعمل اي حاجه في حياتك وقتها، وليه الناس شخص حتى يكون يصاحبك ليه تتجوز اكس ما تتجوزش اكس، ليه ايا كان ليه وانس ان انت وصلت لاجابه الليه ده، وقتها هتعرف ان انت بالنسبه لك هتبقى وصلت لاهم حاجه في حياتك، وهو ان انت يديزيرف الحاجه دي. وانس ان انت تستحق الحاجه دي هتعملها وانت مستريح. تمام. وتروح للحاجات اللي شبه حاجه كمان الجزئيه بتاعت اللي هو الايه الضمانات. انا ليه ادي الناس ضمانات؟ بكل بساطه دلوقتي انا باجي اقول لك والله بص، لو انت دخلت معايا المنتور شيب دي فعلا وما استفدتش من المنتور شيب دي نهائي، وانت اتفضل فلوسك. تمام. ليه؟ انا هدفي والله ان انت في المنتور شيب دي تستفاد. انا عامه مش باخد عدد على قد ما انا باخد بالنسبه لي الشخص اللي يخش المنتور شيب دي يستفاد فقط. فانا بديك ضمانات عن طريق ان انا ايا كان انت ممكن تعمل ريفند لفلوسك كامله، عن طريق ان انت والله بص بديك الناس قبل كده شبهك. تمام. الحاجات دي كلها، فانا بديك فول سبورت ليك. تمام. فانا دلوقتي لما انا باجي اعمل لك او بديك فري ترايل، انت ممكن تتفرج على فيديو ليا او فيديوهين، فانت عجبك شرحي وكده، ايا كان عجبك مثلا من على تيك توك او ايا كان البلاتفورم اللي انت شفتني عليها، فانا خلاص انت شفتني قبل كده فانت جاي خلاص انا واثق فيا، انا عندي ضمان قبل كده. تمام. فالضمانات دي مهمه قوي في الكوبيز، لازم ابقى اعمل ضمانات للعملاء بتوعي، ودي في مرحله طبعا البيل اوف فانل والميدل اوف فانل برضو. المرحلتين دول اعمل فيهم الكوبيز او اكتب الكونتنت بتاعي بنفس الحاجه دي، السكريبت بتاعي يبقى متوحر حوالين الحاجه دي. اخر حاجه بالنسبه لي وهي الكومباريزونز او المقارنات. بكل بساطه بشوف الكومبيتيتورز، طبعا مش بجيب اسماء خالص، بجيب الكومبيتيتورز كبرودكت وكل حاجه، وببدا اقارن بيه الحاجه بتاعتي وكده، وايه البدايل ليا وايه الكومبيتيتورز بتوعي. ببدا اطلع نفسي انا ليه شخص زي ما قلت لكم، ليه شخص يموف فورورد معايا وما يموفش فورورد مع غيري، ليه شخص ممكن يشتري البرودكت بتاعي وغيري لا، او ممكن يشترك معايا في منتور شيب وغيري لا. ايا كان انا لازم اعرف ليه. وانس اللي انا وصلت للليه دي في حياتي زي ما قلت لكم، انا هبقى هديزيرف الحاجه اللي انا مستنيها. فبس فاتمنى اكون جاوبتكم على ليه وليه محدش مهتم بيكم. وبس كده.
دي كانت رابع سيشن. اتمنى ان انت تكون استفدت، اتمنى ان انت تبدا تطبق الكلام ده عملي، اتمنى لو مشكله وقفتك تبعتها على الكوميونتي، اتمنى تطبق عملي كل كلمه انا قلتها هنا، وتبدا فعلا على طول بالحاجه المناسبه ليك، وتجيب افكار ازاي، وتبدا الدايركشنز المناسبه ليك ازاي، وامتى تختار كل دايركشن معين. ابدا فعلا بالحاجه المناسبه ليك، واعرف انت في انهي مرحله من الفانل، وقول لي الفيدباك بتاعك في المنتور شيب ديت، وقول لي بالذات في كل السيشنز بكل بساطه. تمام، ومستني كل الفيدباكس بتاعكم، وبس. السلام عليكم.